ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ كويس؟ طيب انا قلت اطمن عليك. جاي النهارده نحكي سوا كده عن فيلم المطاريد، رأيي فيه ايه؟ فيلم حلو ولا وحش؟ فيلا نخش في التفاصيل. في البدايه كده خلينا نقول فريق العمل والممثلين بالترتيب: احمد حاتم ومحمد محمود، طارق عماد ومحمود البزاوي ومحمود الليثي وطه دسوقي وحسن مالك ومحمود حافظ واحمد جمال ومحمود السويسي، ومن اخراج ياسر سام، ومن تاليف صلاح الجهيني وعزت امين. بص يا صاحبي، واجماليا عشان نلخص كلام كتير ممكن يتقال في الفيلم ده مش افضل فيلم كوميدي انت ممكن تخشه في حياتك، بس في نفس الوقت انت مش هتحس نفسك زهقان او مخنوق وانت بتتفرج. يعني انا في مشاهد كتير جدا طول احداث الفيلم كنت مبتسم. فكره ان انا اوصل ان انا اضحك بصوت ما كانتش كتير، يعني انا عملت الحركه دي 3 4 مرات بس في الفيلم. فلو انت عايز الفيلم اللي يخليك تموت من الضحك، يخليك تفطس من الضحك، فلا، مش ده الفيلم بتاعك يا صديقي. نيجي بقى لحته التمثيل. انا ما اقدرش احكم على الممثلين كلهم لان معظم الممثلين ما طلعوش كتير على الشاشه، ادوارهم ما كانتش كبيره، فاي تقييم ليهم هيكون ظالم جدا. نيجي لاول واحد وهو احمد حاتم. بصوا يا جماعه، احمد حاتم مش ممثل كوميدي، لكنه برضه مش الشخص اللي دمه تقيل اللي يقفلك من الفيلم. ورغم كونه اكبر دور في الفيلم الا انه ما قدرش يضحكني. مشاهده ما كانتش رخمه بس ما فيش ضحك، وانا اصلا داخل الفيلم عشان اضحك. تاني بقى حد لازم اتكلم عنه وهو حسن مالك. انا وانت والخلق كلهم عارفين ان انت بتمثل عشان اخوك احمد مالك، انا ما عنديش مشكله والله، طبيعي جدا اخوك ممثل فيرشحك لافلام، بس ادي بقى شويه اداء. يعني حتى لو انت تمثيلك مش اعلى حاجه، طور نفسك، عشان كل مره هتعمل فيها اداء تمثيلي سيء هيتقال ادي الوصف. فانت بايدك تكتم كل حد ممكن يقول كده، وبايدك تبقى محط سخريه للكل. وفي النهايه كل الاحترام لشخص كل الممثلين وكل صناع العمل. نيجي بقى لحاجه تانية كتابيا. انا اتفاجئت كده وانا في الفيلم لقيت حسن مالك بقى في الفريق. طيب مهد لي لظهوره زي ما مهدت لظهور كل الناس اللي ظهرت. وعلى فكره كان هيطلع مواقف لطيفه من شخصيته زي ما طلع مواقف لطيفه من بقيه الشخصيات. ومش عايز اتكلم بتفاصيل عشان ما احرقش، لكن اني فجاه كده الاقيه قدامي، الموضوع بالنسبه لي ما كانش مستصاغ خالص. نيجي بقى للفنان محمود حافظ. كفايه زعيق، ارجوك كفايه زعيق. وداني باظت اقسم بالله، والموضوع دمه مش خفيف. انت في كل افلامك بتعمل كده، ارجوك كفايه. نيجي بقى لدور اياد نصار، فلا، ما كانش افضل حاجه، كان كرتوني قوي زياده عن اللزوم. وانا من وجهه نظري ان اياد نصار ممثل عظيم جدا، لكنه مش افضل شيء في الكوميديا، او لسه ما جاش المخرج اللي يديله الدور الكوميدي اللي يليق عليه. وصدقني عادي جدا انك تبقى ممثل درامي عالي قوي والكوميديا ما تجيش معاك سكه. خلينا بقى ننهي كلامنا عن التمثيل بالفنان محمد محمود. عشان ما نكترش في الكلام، انا عايز اقول 4 كلمات بالظبط: استاذ محمد انت جامد بصراحه، اكتر حد ضحكني واكتر حد كنت بستنى ظهوره. خلينا ندي شكر برضو لكل صناع العمل بشكل كامل على ظهور يونس شلبي في الفيلم. يونس شلبي الله يرحمه ظهر في الفيلم، لو انت ما تعرفش، ظهر بتقنيه اسمها الديب فيك، وهي تقنيه بتستخدم مؤخرا في الاعلانات والافلام، يبقى خش سيرش عليها. ظهور يونس شلبي وربط احداث الفيلم باحداث فيلم 4-2-4 اللي نزل سنه 81 كانت حركه حلوه جدا. فدلوقتي انت هتسالني سؤال، هتقول لي يعني لو انا ما اتفرجتش على فيلم 4-2-4 مش هفهم فيلم المطاريد؟ بحب اقول لك لا، اطمن، هتفهمه عادي جدا. الربط بين الفيلمين كان بسيط وكل حاجه من غير تعقيد، فهتفهمه عادي جدا. بس ده كل اللي عندي عن الفيلم مش اجمد فيلم كوميدي في الدنيا، لكنه مش فيلم وحش ومش فيلم دمه تقيل تشوفه وانت قاعد بتاكل كده او وانت قاعد مع عيلتك. تقييمي للفيلم 6 من 10 وبس كده. لو بتشوفنا من يوتيوب ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل، ولو بتشوفنا من فيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتعمل لايك للفيديو. وبس كده، سلام.